سلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزال شانيل. الا كنتوا كتشاهدوا القناه لاول مره فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. بسبب سعد المجرد مي عز الدين تحصد الانتقادات، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. تعرضت الفنانة المصرية مي عز الدين لهجوم شرس من طرف بعض متابعيها من الدولة المصرية. وشاركت مي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة لها مرفوقة بأغنية قولي متى، آخر أعمال النجم العالمي سعد المجرد، لتحصد الانتقادات من طرف بعض متابعيها الذي سبق وشنوا حملة ضد المعلم بعد قضيته الأخيرة في فرنسا. وفي نفس السياق حرص الجمهور المغربي لمي عز الدين وسعد المجرد على تهدئة الوضع، لكنها فضلت حذف الأغنية وترك الصورة متجنبا الرد على التعليقات. فكما سمعت اخوتي، فالفنانة المصرية مي عز الدين حطت صورة عبر حسابها في الانستغرام وحطت عليها أغنية سعد المجرد قولي متى. فهجموا عليها المصريين بسبب قضية سعد المجرد الأخيرة في فرنسا اللي متهم فيها بالاغتصاب. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.